والنهارده هنتكلم بشكل خاص على منحة الياس بروجرام لفترة الثانوي، وبشكل عام على التجربة بتاعتي بعدها. منحة سنة دراسية أكاديميك أو 10 بتكون بالظبط حوالي 10 شهور بتقضيها مع عائلة مستضيفة. والمنحة تابع السفارة الأمريكية والشؤون الثقافية بالخارجية الأمريكية. طيب، إيه هي EFS مصر؟ أولا EFS stands for American Field Service أو العمل الميداني الأمريكي، ده اختصار يعني EFS. هي موجودة في بلاد كتير جدا منهم مصر. طيب إيه البرامج اللي بتقدمها EFS؟ بتقدم برنامج إرسال سنوي ونصف سنوي لدول كتير. فيها برامج بتكون ليها علاقة بالكوميونتي. قبل ما نكمل حابب أرحب بطنط إيمان هندي، هي موجودة معانا من نبدأ بقى نعرف إيه هو الياس بروجرام. برنامج كينيدي لوجر ياس بروجرام هو برنامج للتبادل الثقافي والشباب، زي ما قلنا بيكون لفترة 10 شهور أو سنة دراسية في الولايات المتحدة. طيب البرنامج بدأ إمتى؟ بدأ من شهر أكتوبر 2002. هي منحة مقدمة من الولايات المتحدة. طب إيه هدفها؟ أو الياس بروجرام موجود في 39 دولة حوالين العالم. نبدأ نجاوب على الأسئلة الخاصة بفترة البرنامج نفسها، بعدين هنشوف إزاي التقديم. طيب لما دلوقتي الطالب بيجي يسافر، هو بيقعد فين؟ هو بيكون قاعد مع عائلة مستضيفة، يعني بتكون عائلة أمريكية هي اللي بتستضيفه، بحيث الطالب يقدر يتعرف على الثقافة بتاعت المجتمع بشكل أكبر. وكمان العيلة الأمريكية بتعامله كأنه بالظبط واحد من العيلة، بحيث يقدر يندمج بشكل أحسن. طيب الفترة دي هل هو بيدرس ولا بيعمل إيه؟ بالظبط بيدرس سنة في مدرسة ثانوية أمريكية، بحيث إن هو يقدر يكون جزء من المجتمع ومن المدرسة، وإن هو يقدر يستفيد ويعمل أنشطة كتيرة تأهله إن هو يطلع بأكبر قدر من الاستفادة من البرنامج. طيب إيه ممكن يكون شكل العيلة أو شكل المدرسة؟ بالنسبة للعيلة ممكن يكون المجتمع الأمريكي من المجتمعات المتنوعة جدا، ولكن بيبقى المتوقع إن كل العائلات اللي بيختاروها بعناية، إن هم هيقدروا يستضيفوا، إن هم حابين فكرة الاستضافة، وهي فكرة منتشرة هناك كمان على عكس ممكن بتبقى عندنا شوية. وإن الطالب بيقدر يندمج، ولكن بتختلف من عائلة للتانية إيه نوع الأنشطة اللي ممكن يعملوها، الأماكن اللي ممكن يروحوها، حاجات كتير جدا. وكمان ممكن تختلف من ولاية للتانية، وبتختلف من مدرسة للتانية. ولكن في كل الأحوال إن الطلبة بيكونوا أخدوا التجربة، بحيث إن هم يكونوا قاعدين في وسط عائلة أمريكية مستضيفة، وإن هم يكونوا دخلوا مدرسة لمدة سنة دراسية كاملة في فترة الثانوي. الهدف اللي بعد كده ان انت تتعرف على كل الثقافات المختلفه وتكتسب مهارات جديده. طيب المجتمع الامريكي من المجتمعات المتنوعه جدا عرقيا، يعني هتلاقي من كل اللي كان اصلهم من كل البلاد وكل الاشكال وكل الديانات. ففي تنوع كبير جدا، بحيث يعني في مثلا في نفس المجتمع عايشين مع بعض اللي كانوا من اصل اوروبي او افريقي او اسيوي او عربي، او كل دول عايشين في مجتمع واحد. فدي تجربة كبيرة جديدة اللي احنا نتعرف على كل الثقافات دي. مش بس هنتعرف على الامريكان، ولكن في طلبة التبادل الثقافي اللي جايين من كل الدول زينا. فدي الصراحة كانت من افضل الحاجات اللي مرت عليا في البرنامج، ان مش بس انا بروح للمدرسة الامريكية او الامريكية، ولكن كمان الطلبة اللي جايين زيي في نفس السن من كل الدول التانية. وفعلا احنا كنا حاسين ان احنا كأننا عيلة واحدة او نعرف بعض من زمان، على الرغم ان كل حد كان جاي من بلد. فدي كانت من اجمل الحاجات الصراحة. على الناحية التانية خلال التجارب هناك في المدرسة وكل يوم وفي المجتمع اللي انت فيه، بتقدر تعرف نفسك اكتر، بتعرف تكتسب مهارات ازاي تتعامل مع غيرك، ازاي تكون شخصية قيادية، ازاي تعرف تكتسب مهارات جديدة من المجتمع الجديد طيب اول شرط ان تكون طالب مصري، يعني لازم تكون مصري الجنسية، والاب والام برضو مصريين. دول شخصية قيادية، زي ما اتكلمنا برضو ان ممكن تكون تاني شرط اللي ليه علاقة بالمواليد، ان يكون الطالب ما بين 15/1/2008 و15/8/2010. طيب اشمعنى فترة المواليد دي؟ اولا
لازم نوضح ان اي حد بره السن ده للاسف مش هينفع يقدم في الدفعه الجايه. طيب هنعيد تاني، ما بين 15 1 2008 و 15 8 2010. طب اشمعنى؟ بحيث ان على وقت السفر يكون السن ما بين 15 و 17 ونص. طيب معنى كده اللي ممكن يقدم اللي هو السنه دي في تانية اعدادي او تالتة اعدادي او اولى ثانوي، اللي هو هيكون سنه 23 24 في تالتة اعدادي او اولى ثانوي او تانية ثانوي، بحيث ان سنه السفر هي 25 26. انا عارف الموضوع ممكن يكون ملخبط شويه، ولكن هنعيده تاني. اذا ما بين يناير 2008 واغسطس 2010. وزي ما قلنا يكون الطالب مقيد بالصف الثالث الاول او الثاني الثانوي بالنسبه للسنه الجايه، وان يكون المجموع اخر سنتين ما يقلش عن 80%، سواء في السنه الدراسيه اللي فاتت او في الترم الاول. اول سؤال اتبعت، جهاد بتسأل بتقول ازاي تخلي فرصها انها تتقبل تزيد. ده سؤال جميل جدا. بالنسبه للفرق، اول حاجه لو تنطبق عليك الشروط، المهم ان هم عايزين يوصل لهم ان انا قدامي بوتنشال كويس، او ان انا قدامي شخص هيقدر بعد كده يكون لما يسافر يمثل بلده بشكل كويس ويمثل اسرته ومجتمعه، في نفس الوقت يقدر يستفيد بالتجربه. فمن خلال الانشطه اللي بتعمليها، من خلال اللي انت تعرفي ازاي تقدمي نفسك والانشطه بتاعتك، وكمان من خلال الاهل برضو بيكون ليهم دور، خصوصا في الاول هنتكلم اكتر في الموضوع ده. وهنتكلم برضو ازاي مثلا لو ولد او حتى بنت ممكن ازاي يعني يعرفوا لهم اكتر بالموضوع. فلو عايزين نقسمها كذا ستيب، اول حاجه تكوني شغاله على نفسك، على الاكتيفيتيز بتاعتك، على كل حاجه سواء في المدرسه او بره المدرسه. تاني حاجه ازاي تعرفي تبيني ده من اول الابلكيشن، بعد كده الانترفيو. هقول المراحل كده سريعا. اول حاجه في الابلكيشن بنحملها من الويب سايت، بعدين بنقدم الديدلاين يوم 10 مايو بالمناسبه، اذا معايا من النهارده لحد 10 مايو، بنبعته بالبريد السريع على العنوان اللي هنوريه. طيب بعد مرحله الابلكيشنز اول حاجه بيبقى فيه، لو انت مؤهل هتروح للابلكيشن. الابلكيشن بيكون فيها جزء خاص بالاهل، بيكون فيها جزء خاص بيكي، بتكون فرصه كويسه جدا توري كل حاجه عندك، كل الانشطه، كل الافكار اللي عندك، ان هم يقدروا يعرفوكي اكتر. فاهتموا جدا اول حاجه بالابلكيشن. تاني حاجه واهم حاجه، ما تنسوش اي حاجه مطلوبه في الابلكيشن. يعني مطلوب صور لازم تتحط، مطلوب سؤال معين، السؤال ما يتنسيش، لان ممكن نبقى عاملين شغل كويس جدا وننسى اي حاجه، فبالتالي الابلكيشن هتستبعد. بنعمل اللي علينا في الابلكيشن احسن حاجه، اللي يوري عندنا بنبعت. بعد كده ان شاء الله لو في نصيب بيكلمونا بالانترفيو. الانترفيو بيكون بحضور الاهل، يعني الولد او البنت والاب والام بيحبوا يتعرفوا على الولد اكتر و... والاهل وعلاقته باهله. وبالنسبه للتواصل، طيب بالنسبه لخطوات التقديم بتخشوا على الويب سايت. الويب سايت بالظبط اسمه egypt.afs.org، وبعدين بتحملوا الاستمارة وبترسل بالبريد السريع، في طريقة بريد السريع، لعنوان صاد ب 192 المهندسين الجيزة. ده البريد السريع بتاع منظمة AFS اللي بيرسل عليها كل الابلكيشنز. الموعد اخره يوم 10 مايو، اذا اخر يوم ان انا اقدر ابعت فيه يوم 10. طيب افرض مثلا انا ساكن بعيد فبعت يوم 9 بس وصلت يوم 11، تمام مقبولة. طيب افرض بعت يوم 11، هي هنا ريسك لانها بعد الديدلاين، فالافضل نبعت على الديدلاين. لحد اللحظه الحاليه مفيش اي اكستنشن، يعني غالبا ممكن بيمدوا كام يوم، ولكن لحد دلوقتي مفيش اي حاجه.
دلوقتي اوكي. في ناس كتير مثلا، يعني انت كنت طالب في ثانوي عام تقريبا، ولا كنت طالب في اعدادي قبل ما تقدم؟ انا كنت ثانوي عام، ولكن كنت قدمت السنه بتاعتي كانت ثالثه اعدادي. يعني انا قدمت في السنه الدراسيه اللي انا كنت فيها في ثالثه اعدادي، وكنت نظام ثانوي عام. فاكتر سؤال فعلا بيتكرر هو طب لو انا سافرت ورجعت، هل هعيد السنه، هل مش هعيدها، ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي غالبا لو انت كنت مقدم وانت في ثالثه اعدادي او اولى ثانوي، غالبا اللي بيحصل انك بتكون معرف مدرستك قبلها، بحيث بيبقى ليها تظبيطه كده ان بقدر لما ارجع امتحن امتحانات في الصيف او ملاحق، او هم بيكونوا متفهمين الوضع، فبقدر امتحن الامتحانات في الصيف واعدي على السنه اللي بعدها من غير اي مشكله. ولكن الكلام ده بشرط غالبا لو انت نظام ثانوي عام، ان انت ما ينفعش مثلا تكون هناك تكون مقدم وانت في السنه بتاعت ثانيه ثانوي، وبالتالي هناك هتحضر ثالثه ثانوي. لا، في الحاله دي لو انت ثانوي عام لازم هترجع تاخد ثالثه ثانوي في مصر. يعني هي ملهاش طريقه انك تقدر ما تاخدش ثانويه عامه. ولكن لو سنه نقل بتقدر تعرف المدرسه قبلها، وغالبا بتقدر تعدي السنه، مفيش اي مشكله. طيب راي شخصي بالنسبه لي، انا كنت عرفت مدرستي وامتحنت في الصيف وقدرت اعدي للسنه اللي بعدها. ولكن بالنسبه لي حتى شخصيا، حتى لو كنت هعيد السنه علشان خاطر البرنامج، انا ما كنتش هتردد ان اعمل كده في قصاد التجربه زي دي. يعني فعلا فرقت معايا كتير جدا في حياتي بعد كده، وهوضح لكم برضو اكتر. طيب انا كنت عايز اسال في نقطه بقى تبع لامتحانات الملاحق. يعني انت امتحنت امتحانات ملاحق مش كده؟ طيب امتحانات الملاحق بتقص، يعني انت مثلا لو درجتك في ماده ما من 100، فانت في الملاحق انت اكتر درجه بتجيبها هي 50، تجيب نص الدرجه. آه، انا هقول لك اللي حصل معايا، وهقول لك برضو الفكره بتبقى فيه. انا اللي حصل تمام. معايا لما رجعت على وقت الملاحق على طول. بالنسبه مدرستي كان مواعيدها مختلفه شويه، فامتحنت امتحانات لوحدي تاني في الصيف. كان الهدف منها هو نجاح، او يعني انت نجحت او ما نجحتش. فممكن يبقى في حاجه شبيهه، ممكن يراعوا الوضع ويحطوا الدرجات كامله. يعني بتبقى على حسب المدرسه. فالفكره البروجرام هو ما بيكونش مسؤول عن الفكره دي بتكون انت بناء على انت ومدرستك. ففي كل الاحوال قدم وشوف ربنا عامل اللي فيه الخير، شوف ممكن توصل لحد فين. ولو ان شاء الله يعني دخلنا في المراحل النهائيه وكده، آه بنقدر يعني بنشوف مع مدرسه. ولكن في كلا الاحوال نصيحتي الشخصيه، لو سنه نقل ان شاء الله تقدر تعديها، الموضوع يستاهل، الفرصه تستاهل. ولكن طيب هي انا بتختلف من ثانيه، مش حتى من نظام للتاني. اوكي تمام. طيب انا كنت بس عايز اقول، يعني بما انك كنت طالب في اعدادي، او كنت يعني عامه نظام ثانوي عام، فهل الدراسه هناك بتكون صعبه انك تتاقلم عليها، ان انت رايح من نظام مصري رايح لنظام امريكان؟ ده سؤال ممتاز وكنت فعلا عايز اتكلم عنه. طيب المدارس هناك بتكون طبعا مختلفة جدا عن كنظام المدارس عندنا هنا. حتى كمان في الامريكان، يعني حتى كمان لو حد نظام امريكان في مصر بيكون مختلف كمان عن هناك. طيب ايه مثلا امثلة للاختلافات؟ ان هناك مثلا تختلف المدرسة التانية، بس بتعمل شغل كتير من اللي عليك في البيت في كواجبات في المدرسة. ده ممكن يكون حاجة. الحاجة التانية اللي احنا كنا بنتنقل من من فصل للتاني ما بين كل حصة. يعني انت مش بتقعد اليوم كله في نفس الفصل، ولكن كل مدرس بيكون هو عنده الفصل بتاعه، وانت اللي بتتنقل ما بين الحصص. كان اختلاف تالت كمان ان الجدول بيبقى ثابت على مدار الترم، مش بيتغير. يعني كل يوم نفس الحصص، كل يوم بتبقى نفس الحصص. حاجة كمان اللي في بعض المواد اختياري وبعضها اجباري. يعني مثلا بتكون رايح، انا ممكن اختار مثلا ان ادرس فيزيكس او كيمستري او بيولوجي، ممكن اختار حاجه من الثلاثه. او ممكن اختار مثلا ماده تكون مثلا ثيتر مسرح او كواير كورال او رسم.
او بي رياضه، بيبقى في بعض الفصول اللي بتكون اختياريه، تختلف برضو من المدرسه للتانيه، فدي كلها اختلافات. اغلب المدارس مش بيكون لها يونيفورم معين، يعني اليونيفورم بيكون مختلف، ممكن بس دريس كود يقول لك مثلا ما تروحش مدرسه بسويت بانس مثلا، او ما تروحش حاجات معينه يعني بسيطه، ولكن غالبا مش بيكون لها يونيفورم. اوكي، هو انا فاهم ان في اختلافات في الاورجانيزيشن ذات نفسها بتبقى ماشيه ازاي، بس انا بتكلم على اختلافات كصعوبه منهج، صعوبه انك تتاقلم مع الكريكولم اللي بيتدرس. بالظبط، سؤال مهم جدا. بيبقى في بعض الاختلافات، يعني انا بالنسبه لي كنت نظام ثانوي عام، بس اللغه الاولى فرنش والثانيه انجلش، فكنت بعاني، بمعنى ان انا كان قبل ما اسافر عمري ما درست مواد بالانجلش، يا اما بالعربي يا اما بالفرنسي، فكانت هنا مشكله بالنسبه لي شويه، او انها كانت تحدي في الاول، ان انا بروح في الاول بلاقي بتبقى بعض العوائق في اللغه شويه، بيتكلموا بسرعه مثلا، مش فاهم السيستم قوي او كده، ولكن يعني الموضوع مش بياخد وقت كتير، غالبا خلال من شهر لشهرين ماكسيمم بتكون خلاص اتعودت على المدرسين وعلى نظام المدرسه وعلى السيستم هناك. بل ان في كتير كمان بيسافروا بيقدروا بيتفوقوا هناك عليهم، يعني لو تجاوزت حاجز اللغه بشكل معين بتقدر تواجب في النظام عادي، فبتكون تحدي طبعا في الاول ممكن خلال المدرسه، ولكن اهم حاجه هنا اللي انا لما الاقي مثلا حاجه صعبه عليا اللي انا افضل احاول فيها، اللي انا اسال، مش اللي انا مثلا خلاص الدنيا صعبه فمش هقدر اعمل حاجه، بس بلاقي حاجه صعبه بفضل احاول لحد ما بعديها، ولكن الدنيا في الاخر خالص بتبقى مانجبل، بتقدر تتاقلم مع الوضع يعني. طيب، هل في تشالنجز معينه هتواجه الطلبه المفروض ياخدوا بالهم منها، يعني كمرحله الابلكيشن بروسيس والتقديم بشكل عام، وبرضه في نفس الوقت في مرحله السفر، يعني تشالنجز كبيره انت ما كنتش كمارك واخد بالك منها واكتشفتها لما بدات انك تقدم وتسافر وكده؟ جميل. طيب نتكلم الاول على التشالنجز في مراحل التقديم، بعدين تشالنجز في خلال فتره السفر، وهضيف حاجه كمان تشالنجز بعد السفر، يعني بعد العوده، بحيث برضو ممكن دي من عندي، لكن بحيث يبقى عندنا فكره اكتر برضو، فكره كامله. تشالنجز خلال التقديم زي ما قلت احنا بنمشي مرحله مرحله، بنقدم وبنعمل اللي علينا، اللي فيه الخير بيقدمه ربنا. يعني انا عايز اقول لكم مثلا ان كان في بعض من زمايلي شايفينهم كويسين جدا وكانوا يستحقوا الفرصه، ولكن ما حصل لهمش نصيب، بعدين قدروا يسافروا ويحققوا حاجات كثيره كويسه جدا، فهي بتكون وسيله. ولكن في نفس الوقت انا عايز ابقى مركز في كل مرحله وبعمل فيها افضل ما عندي. ضروري الاهل يكونوا برضو طبعا مهم الاهل يبقوا مطمنين على اولادهم في كل مراحل التقديم، ولكن نعمل اللي علينا، نقدم، ولو فيها الخير فربنا هيجيبها لنا، لو ما كانش فكل حاجه في الاخر نصيب. اول مرحله بالنسبه لي اهم مرحله الابلكيشن لو مهتمين بيه، لو قادر يعكس صورتنا صح، لو ما فيهوش اي حاجه ناقصه الابلكيشن كامله، فباذن الله الابلكيشن بيقدر يروح للمرحله اللي بعد كده. مرحله الانترفيو ومرحله الكامب، اهم حاجه انك بتقدر كتشالنج هنا انك تخلي بالك من كل تصرفاتك ومن كلامك، وان ازاي يقدر يعكس شخصيتك باحسن شكل ممكن. ولكن مش فالموضوع بيبقى تشالنجينج شويه، ولكن بالنسبه لي مش ده اكبر تشالنج لو ربنا وفقك وصلت مراحل نهائيه، الفتره اللي بتبقى قبل السفر واول وقت في السفر، ان انا خلاص انا دخلت في مرحله الجد، انا هسافر كذا شهر بعيد عن اهلي، بعيد عن عيلتي، عن مدرستي، بسيب كل حاجه، كنت بقى كل المجتمعات وكل الحاجات اللي انا كنت فيها ببدا يعني بسيبها، ان انا بروح على مجتمع جديد من الاول، ببدا من الاول خالص. محدش يعرفني، محدش فاهمني، ممكن انا مش فاهم قوي الناس، ولكن اهم حاجه في الفتره دي ان يبقى عندي مرونه، مش في كل الاحوال بيبقى فيه هناك كوردينيتور، في ناس هتقدر تساعدك لو في اي مشاكل مع العيله او مع مدرسه او ايا كان، ولكن في العادي مش هلاقي الدنيا في
في الاول مفروشه ورود والدنيا حلوه جدا، بلاقي بعض المشاكل. ممكن مثلا مش فاهم العيله قوي، عندي مشاكل في اللغه، عندي مشاكل شويه ان افهم الثقافه، في حاجات كتيره. في كمان حاجات بتبقى ثقافيه، بتبقى حاجات بسيطه جدا، بتبقى في التفاصيل. مثلا في البيت هناك بيبقوا عايشين ازاي، بيعملوا ايه في حاجات معينه، في هايجين مثلا، حاجات معينه في المدرسه. كل دي بتبقى حاجات اختلافات في الاول باخد بالي منها لان انا لسه جاي جديد، في حين هم ممكن ما يكونوش بياخدوا بالهم منها قوي. فلازم بس يكون عندي مرونه ان اقدر يكون عندي صبر، ان اقدر احاول اعمل احسن ما عندي. عملت اللي عليا، خلاص ما عنديش حاجه تانية اقدر اعملها. ده بالنسبه للسفر. آه، طبعا لازم ده يبقى في بالي دايما ان اي تصرف او أي حاجه بعملها انا سفير لبلدي، فانا في نوع من المسؤوليه. على قد ما انا بحاول اعرف اصحاب جديده واتفسح وكل حاجه، ولكن بناخد في بالنا الاول ان احنا سفراء لبلد. مصطفى، هل كده جاوبت على السؤال ولا في حاجه؟ لا كده اوكي، كده تمام يعني. جميل. هزود بس نقطه في السؤال ده ليها علاقه. طب انا بعد ما برجع من السفر او بعد التجربه نفسها ما بتخلص، دي بالنسبه لي هي النقطه المحوريه. البرنامج فرصه حلوه جدا، بتقدر تعرف نفسك اكتر، تعرف على ثقافات، بتطور في شخصيتك حاجات كتير. ولكن اول ما البرنامج بيخلص انت بترجع تاني لارض الواقع. كل اللي انت كنت فيه خلاص خلص، بتبدا مرحله جديده تماما. هنا بتكون المرحله الفاصله. هل هتقدر ترجع تاني بسرعه وتتاقلم وتبدا تاني وتبني على الفتره اللي كنت قاعدها، ولا بالنسبه لك كده خلاص انا سافرت فتره جميله وهبدا ادخل تاني في الدايره اللي كنت فيها وكل حاجه خلصت؟ هنا كنت انا وقعت في التحدي ده، ولكن من اول يوم وانا كل تفكيري انا ازاي هقدر اخد البرنامج ده كخطوه اقدر ابني عليها. والحمد لله بالنسبه لي كانت مرحله فاصله في حياتي، وقدرت ابني عليها حاجات كتير و... ووصلت لنجاحات، وقدرت اسافر تاني بعد كده والطالب المثالي في الجامعه. ويعني حاجات كتير جدا قدرت احققها. كان البرنامج كان ليه دور او ساهم فيها بشكل او باخر. آه، فاللي انا عايز اقوله ان لو ربنا وفقك وقدرت تسافر، الفكره كلها بتبدا، او القصه الحقيقيه فعلا بتبدا من بعد البرنامج. لو ما وحتى إن لو ربنا ما وفقناش، فاحنا برضو نقدر نكمل زي ما احنا، نقدم على بروجرامز تانية وهنوصل في يوم من الايام. عندي صحابي كتير كان معايا دفعتي او الدفعه اللي بعدها ما اتقبلش في الياس بروجرام، اتقبل في بروجرامز تانية وسافروا قدروا يحققوا. في حين ان في ناس سافروا ولكن لما رجعوا هو اخدها كفتره ما قدرش يبني عليها او يستفيد منها. فدي نصيحتي بشكل عام يعني في الحالتين، وان احنا نعمل اللي علينا. اوكي، يعني ان انا ما اخدش الحوار ان انا سافرت سنه امريكا رايح اتفسح، لا انا رايح ابني a new version of myself، انا رايح اكون بني ادم تاني يعني. كلام جميل جدا بجد. بالظبط طيب مصطفى. هل كان في مشاكل بتحصل لانك ساكن مع هوست فاميلي مثلا؟ ممكن ان هم يكونوا من ديانه غير ديانتك او ليهم كالتشر يعني عايشين بطريقه غير طريقتك، هل كان بيواجهك مشاكل كبيره في حاجه زي كده؟ ده سؤال ممتاز. طيب عشان اجاوب على السؤال هجاوب بشكل عام وبشكل شخصي. بشكل عام الياس بروجرام واحد من اهدافه ان هو برنامج تبادل ثقافي ما بين الدول ذات الغالبيه المسلمه وفيها ثقافه اسلاميه والولايات المتحده، ده فيما يخص الياس بروجرام. حتى ان هو اتاسس في سنه 2002، يعني تقريبا بعد سنه وكام شهر من احداث 11 سبتمبر. وكان واحد من اهدافه ان هم يبداوا يصلحوا الافكار المغلوطه اللي عند الشعب الامريكي لما يستضيفوا طلبه من مجتمعات ذات غالبيه مسلمه، فان هم يقدروا ينشروا يعرفوا ثقافتهم او ينشروا ثقافتهم هناك، وان هم يقدروا يكونوا جزء من المجتمع. وبناء عليه هم ليه بيمولوا برنامج زي ده؟ عشان يقربوا الشعب الامريكي من الشعوب التانية من خلال الشباب اللي بتقدر تروح هناك. جميل.
طيب افرض مثلا انا ولد او طبعا ولد او بنت، مسلم او مسيحيه، او حتى لو مسيحيين بيبقى في بعض الاختلافات، مثلا بعض الاختلافات في الكالتشر، في الثقافه. هي طبعا اهم حاجه بالنسبه لي، انت في بعض الحاجات انت بتبقى رايح، بيبقى في اختلافات. في كوت حلوه جدا اللي هو it's there is not good or bad but just difference، او you're not good or bad or just difference. بمعنى ان مش معنى رايح على ثقافه مختلفه ان هو ثقافته اسوأ مني وانا احسن منه في كل حاجه. لا، احنا بس مختلفين. ممكن يبقى في اختلافات نقدر نتناقش فيها، ومهم جدا اللي انا برضو على رغم راح ثقافه تانية بحاول اتعرف عليها وكل حاجه، ولكن انا ليا شخصيتي وليا ديانتي وليا هويتي اللي مهم جدا ان انا ابقى عارف ان انا ازاي بحافظ عليهم برضو. يعني مش معنى ان انا قعدت في مجتمع مختلف عني اللي انا هبدا انسى كل حاجه ومعتقداتي وكل ثقافتي. لا بالعكس، ده انا بساعدهم يتعرفوا على ثقافتي وانا كمان اتعرف على ثقافتهم. في حاجات هقدر اكتسبها منها وفي حاجات لا. ده يعني ما فيش حد بيقدر، ما فيش اي حد بيغصبك على اي حاجه. يعني هو هدف البرنامج في الاخر، يعني من بعض التجارب دي هي اللي بتساعدك فعلا لما تشوف ثقافات مختلفه، اللي انت ازاي بتعرف تتمسك بثقافتك وهويتك اكتر. فدي كانت واحده من الاهداف المهمه جدا. انت لو دايما عايش في وسط ناس شبهك مش بتقدر تلاحظ قوي الاختلاف، ولكن اول ما بتلاقي الاختلاف ده بيقدر يوضح لك حاجات، ايه الحاجات اللي ممكن تكتسبها مثلا، وايه الحاجات اللي, اللي بس اللي بتعرف في نفس الوقت بتعرفهم على ثقافتك وهويتك. طيب بشكل شخصي هضيف حاجه. يمكن آه انا كنت نوعا، انا كنت محظوظ في بالعيله اللي انا فيها، كانت عيله كويسه جدا، وبالصدفه كانوا هم مسيحيين متدينين وانا كمان مسيحي. كان في تلاقي بشكل كبير جدا، يعني ما كانش ده مثلا مشكله بالنسبه لي قوي. آه وحتى لو كانت عيله من ديانه مختلفه او ثقافه مختلفه كنت احاول اتاقلم. ومثلا بلاقي وقت، حتى اي حد مثلا مسيحي او مسلم يلاقي وقت مثلا سواء مع العيله او بره العيله ان هو يقدر يروح الكنيسه او المسجد هناك، مفيش اي مشكله. وبالمناسبه في مساجد كتير جدا هناك وبيعملوا انشطه. وانا في يوم رحنا فطرنا في رمضان كل الطلبه والكوردينيتورز سواء المسلمين او المسيحيين. فبيبقى في فرصه يعني اللي انت بتقدر تكون على طبيعتك وعلى ثقافتك برضه من غير اي مشكله. طيب غالبا ممكن مثلا لو انا طالب او طالبه مسلمه بروح مع عائله، ممكن تكون بالمناسبه ممكن تكون عائله مسيحيه، ممكن تكون عائله ممكن ملهاش ديانه، ممكن يكونوا مثلا بوذيه، هندو، ممكن يكونوا من اي ديانه مختلفه. فمهم ان انا يكون عندي المرونه والتسا... و... والتسامح، اللي انا بقدر حتى لو احنا ثقافتنا مختلفه بس احنا عندنا القدره اللي احنا نقبل بعض، يبقى في تعايش وتسامح. هي دي المهم، او ده هدف البرنامج. طبيعي ان انا هروح على ناس مختلفه عني تماما ايا كانت ايه الاختلافات او درجتها، ولكن مهم اللي انا ابقى قادر ابقى اقابلهم وفي تسامح ما بيننا. فهي دي من الحاجات اللي حتى هتلاحظوا الاورجانيزيشن بيبصوا عليها جدا. هل انت عندك قدر من التسامح والتفاهم اللي هيخليك تبقى قادر تبقى عايش في وسط ناس مختلفه عنك وقابلهم؟ بس هي دي بالنسبه لي اللي ممكن بتلخص الاجابه. طيب جميل قوي. طيب يعني هي ما بيبقاش في مشاكل قوي مع اغلب الناس اللي في البروجرام، مع الهوست فاميليز بيكونوا متعاونين، بيكونوا متفاهمين ان في اختلاف في الثقافات وكده واختلاف في الديانات، وحتى بيراعوا اختلاف الديانات الموجودين في الستودنتس وحتى في التيتشرز والانستراكتورز وكده. مظبوط. ده لان كمان طيب. عايز في حاله لو حصل كده، يعني يعني مثلا بتبقى نادره بس ممكن تحصل. مثلا لو في حد فيه مشكله ممكن
مع العائلة غالبا عايز بس فرق من حاجة، إن لو حد مثلا لا أنا مش عاجبني العيلة مش عارف إيه، لو ما فيش مشكلة يعني الهدف لو رايح على عيلة مختلفة عني ببقى جاهز ومتقبل ده. ولكن حتى لو في أي مشاكل أي صعوبات في التأقلم هناك على المجتمع على العيلة على أي حاجة، في كوردينيتور هناك هم بيكونوا مسؤولين عنك، تقدر تتكلم معاهم تتواصل معاهم في أي وقت وفي مسؤولية. بل إن كمان في يعني بيبقى في دايما عايز برضو أخطي إن بيبقى في تأمين، بيبقى في حالات الإمرجنسي كل حاجة معمول حسابها، بيبقى في برضو مصروف بيبقى في المنحة ممولة بالكامل، بيبقى في مصروف شهري كمان، معرفش الرقم دلوقتي كام ولكن آخر حاجة بس المهم انه يكون ليه بوكيت ماني، يعني بيقدر ان هو يصرف منه لو حابب يخرج او حابب يجيب حاجه لنفسه يعني. بالظبط بيكون ليه بوكيت ماني غالبا. انت بتكون قاعد في وسط العيلة فمعاهم يعني في الإقامة وفي مثلا الأكل الشرب، لو حابب تجيب حاجة بيبقى ليك بوكيت ماني، عايز بقى تزود أو حاجة ممكن يعني كل واحد حر، مثلا هو عايز ياخد معاه زيادة يحاول أيا كان، ولكن لو ما كانش فبوكيت ماني بيغطي لو انت عايز تجيب حاجات زيادة. لكن مدرسة إقامة الأكل بيكون يعني عليهم يعني. مع العيلة بتكون عليهم بالظبط، فبالبرنامج ده بتكون كل حاجة ممولة بالكامل. اوكي، يعني التمويل الفاندنج بتاع الدراسه والاقامه كل ده بيكون على الهوست فاميلي مش على البروجرام؟ كل الفاندنج كله بيكون البرنامج بيكلف رقم كبير، يعني في حاجات تانية غير كمان الهوست فاميلي بتكون من اليو اس ديبارتمنت اوف ستيت، الخارجيه الامريكيه ليها فند معين هي اللي بتغطي بيه البرنامج. ومثلا لو الاسره مثلا اشتريت لك حاجه معينه احتاج يجيبوا لك حاجه بيدوهم ريسيتس بيدوهم فند، يعني بيبقى ليها قصه. ولكن اللي بيبقى متحمل البرنامج بتبقى مش الهوست فاميلي نفسها، بتبقى الخارجيه الامريكيه بالسفاره. اوكي تمام. طيب ايه هي المميزات او والعيوب المحوريه اللي انت كنت شايفها في المنحه؟ يعني مفيش حاجه جاست بروس، مفيش حاجه ادفانتجز بس، فاكيد كان في عيوب وكان في مميزات برضو كبيره في المنحه. هقول لك بالنسبه للعيوب انا ممكن اقول لك بالنسبه لي هي كانت صعوبات، او في فرصه في حاجات بقيت فيها احسن او بصيت لها بمنظور مختلف. ممكن هتلاقي شويه صعوبات في الاول، انك تتاقلم حاجز اللغه حاجز الحاجز الثقافي، انك تعمل اصحاب تلاقي ناس ممكن مش فاهمينك قوي. انا مثلا انا بطبيعتي شخص اجتماعي، وبالتالي ما كانش بالنسبه لي طبيعي ان اقعد مثلا لمده شهر ونص شهرين انا مش عارف اعمل صحاب قوي. كان بالنسبه لي موضوع يعني طب اشمعنى انا نايس معاهم، انا بحاول مثلا مش بيدوني فرصه يسمعوني قوي او كده. كان عندك صعوبه في التاقلم معاهم في البدايه يعني؟ بالظبط كنت حاسس ان انا بحاول كتير ولكن انا مش لاقي النتيجه ده، مش لاقي نتيجه ده. كان في صعوبه لغه بالنسبه لي في الاول، بما اني عمري ما درست بالانجلش في حياتي، فدي كانت اول مره. كان مثلا شخصيا كنت في المدرسه هناك كنت اخدت مناهج تقريبا انا نطيت سنه، كان موضوع سني وكده، فكان في برضو بعض المناهج صعبه بالنسبه لي. موضوع نظام المدرسه مختلف انشطه. ولكن ساعتها لما اتكلمت مع الكوردينيتور بتاعتي قدرت تساعدني وقالت لي انت ماشي كويس، اصبر بس شويه كمل زي ما انت، حاول لو في اي انشطه خارجيه اللي انت تقدر تعملها، يعني لقيت فرصه مثلا لاي ايفنت لاي نشاط لاي رياضه ادوس واكمل. من خلال الحاجات دي كلها بعد فتره الموضوع ظبط معايا جدا، قدرت اعمل اصحاب كتيره جدا وابقى معروف في المدرسه ودخلت في وسط المجتمع بحيث ان هم ما حسونيش غريب قوي برضو، خلاص قدرت ابقى واحد في وسط المجتمع. كانت الصعوبات برضو بالنسبه لي ان المدرسه كانت
كانت مدرسه هم مش متعودين ان يجي لهم طلبه اجانب او حتى مختلفين او كده، فكانوا منغلقين على نفسهم جدا. دي كانت من ضمن الصعوبات بالنسبه لي. ولكن بعد فتره بس تفضل تحاول تتاقلم، تجرب حاجات جديده، هتقدر تتخطى الموضوع ده. في بقى تحديات بتبقى مثلا في مثلا كتر الاشخاص والمواقف والناس اللي تتكلم معاها والحاجات اللي هتعدي عليك هتغير في شخصيتك وفي عقليتك وفي طريقه تفكيرك. موقف مثلا اول مره تفكر فيها او تيجي على بالك هتخليك تقدر تفكر فيها وتقدر تعرف نفسك اكتر، او تتعامل ازاي مع حاجات مختلفه عمرك ما مريت بيها قبل كده. مش الارز من كلامي مثلا انها حاجات سلبيه، لا، في حاجات برضو ايجابيه جدا. فهي بتبقى كلها هي فرص للتعلم، او اللي انت التجربه طبيعي بيكون فيها ابس اند داونز، فيها ايام حاسس ان انا تعبان فيها مثلا او متضايق او مش احسن حاجه النهارده، ده بيبقى طبيعي. ولكن كتجربه في الاخر لا، بيبقى بتعدي عليك ايام كويسه جدا، وايام بتبقى في احسن احوالك برضو، وبتتعلم وبتعدي على حاجات كتير. يعني المشكله الوحيده المشكله الوحيده اللي كانت في السكولرشيب بالنسبه لك هي انها كانت صعوبه التاقلم في الاول، انك بتخش في كوميونتي جديد، بس ما كانش في حاجه تاني يعني. بالظبط. طبعا هي بتختلف من شخصيه للتانيه. يعني على قد ما اي اف اس مثلا بنمر بكذا مرحله ومعسكرات وكامس بحيث نبقى مؤهلين ان احنا نسافر، ما زال ممكن ان يبقى في بعض الناس، ولكن بيبقى قليل جدا، هو لو لقى الدنيا صعبه في الاول خلاص انا مش قادر اكمل، ويبقى صعب. ولكن في احساس بيبقى طبيعي. يعني ممكن مثلا اول ما اسافر كده احس باحساس الهوم سيكنس، اللي انا يا ده انا بلدي وحشتني واهلي وحشوني واصحابي ومدرستي، فين مثلا لما كنا بننزل مش عارف نعمل ايه، وفين لما كنت بروح هنا وهنا، ده مش موجود دلوقتي. ده احساس طبيعي ما فيهوش اي مشكله، المهم حاجه اللي اعرف اتعامل معاه. ممكن اضيف حاجه هنا برضو كانت بالنسبه لي تشالنج او صعب، ان انا مثلا بتختلف من مكان ومن عيله للتانيه ومكان للتاني. ولكن مثلا انا بالنسبه لي ما كنتش اقدر اتكلم عربي او استخدم العربي اكتر من ساعه في الاسبوع. بمعنى اللي انا ليا مره في الاسبوع بس لو عايز اكلم اهلي او استخدم العربي او كده، دي حاجه صعبه. لان انا هو الصح ان انا ما بقاش بكلم اهلي كل يوم وانا هناك، مش كل يوم. يعني لازم اتوقع ان انا خلاص ابدا ابقى مندمج في المجتمع، ما بقاش هناك وبكلم صحابي واهلي هنا وقاعد في اوضتي. مش ده الهدف خالص من البرنامج. الهدف ان انا اكون في وسطهم، ان انا اكون معاهم. ف يعني انت ما كانش ينفع انك تستخدم لغتك في التعامل حتى لو مع مصريين هناك او حتى مع عرب عامه؟ ما كانش ينفع تستخدم العربي في التعامل؟ دي نقطة حلوة جدا. هنا هجاوب على حاجتين: فكرة استخدام العربي، وفكرة كمان ايه الولايات او شكل المجتمعات اللي انت ممكن تكون فيها هناك. ده مثلا كان نظام عندي ما كانش عند غيري من الطلبة اللي راحوا. ولكن المبدأ في الاخر واحد، اللي انت يعني في الموضوع ده فادني في حاجات برضه، ان على قد ما كان بايخ، على قد مثلا لا بدات اندمج في المجتمع اكتر. اللغه اتطورت عندي اسرع بكتير، لاني تقريبا ما كنتش بتكلم عربي خالص غير ممكن استخدمه مره في الاسبوع مثلا، لا، او كل ما اكلم اهلي مثلا او كده. فكانت الفكره آه، فكانت الفكره ده ساعدني اكتر ان انا اتاقلم على المجتمع واكتسب اللغه بسرعه. لان لان انت مثلا لو كل يوم بتتكلم عربي وكل يوم قافل على نفسك وبتتكلم، انت هتطلع من التجربه زي ما دخلت، فمش هتستفيد حاجه. في ناس تانية كان عندها موضوع اسهل شويه، ولكن الفكره بس كلها كانت صعوبه شويه. بس ممكن يبقى في بعض الرولز اللي هي ممكن تبقى رخمه شويه، ولكن هتساعدك ان انت تطلع بالتجربه باحسن استفاده ممكنه. طيب مثلا ما كانش احنا نتكلم عربي، انا مثلا كنت في ولايه انا ما قابلتش غير السنه كلها ما قابلتش غير 2 مصريين او 3 مثلا، لان انا كنت في في ولايه انديانا. انت الولايه والعيله هم على حسب ما بيلاقوا العائلات المستضيفه في اي ولايه. انت ممكن تروح اي مكان من ال 50 ولايه، يعني مش شرط مثلا تروح نيويورك او واشنطن
او شيكاغو او المدن الكبيره، غالبا انت بتكون في باقي الولايات. هل معنى كده انها مثلا يا لا دي مش حاجه حلوه؟ لا برضه. في واحد بيقول ان انا قدمت مره ووصلت لمرحله اول كامب، بعد كده ما اتقبلتش تاني مره فما فيش اي رد. هل لو قدمت لتالت مره ممكن يكون في رد كمان؟ ايه الحاجات اللي اركز فيها وانا بكتب الفورم؟ يعني هو عايز يشوف ايه اللي يركز فيه تالت مره عشان هو وصل لحد مرحله الكامب، ولما جه يقدم تاني بدا ان هو يلاقي ريجكشن ومش بيتقبل. انا عايز اقول لك ده سؤال حلو جدا كويس اللي هو ساله قبل ما نخلص. الفكره هنا انت طول ما انت في السن فتقدر تقدم. في ناس بيبقى سنها يسمح لها تقدم مره واحده، في ناس سنها يسمح لها تقدم مرتين، وبعض الناس يعني لو كان قدم وهو صغير خالص ما اتقبلش ممكن يبقى ليه 3 فرص. طيب هل لو انا ما اتقبلتش اول مره او ما اتقبلتش اول وتاني مره هل كده معناه خلاص مش هتقبل؟ لا بالعكس. بيبقى في عوامل كتير. في ناس ما اتقبلتش اول مره او وصلت للانترفيو او للكامب او لاي حاجه وبعد كده اختاروهم وسافروا. في ناس اعرفهم ما اتقبلوش اول وتاني مره وسافروا في ثالث مره. فهي ما فيهاش ملهاش قاعده معينه. يعني مش طالما احيانا مش بيبقوا رافضينك بس عشان انت مش كويس او مش مؤهل، ولكن ليها عوامل تانية بالنسبه للناس اللي معاك، بالنسبه لسنك برضو بيبقى في حاجات اتغيرت مثلا، او في حاجه معينه مثلا ولما قدمت تاني شافوك في الكامب لا لقوها اتغيرت او لقوها اتحسنت او لقوك اتطورت اكتر، ففي الحاله دي تقدر تكمل. فلا طالما تقدر قدم تاني مفيش اي مشكله. موضوع الريجكشن قبل كده حتى لو كان من الابلكيشن مش ملوش اي انديكيشن خالص يعني. فطول ما عندك الفرصه تقدر تقدم مفيش اي مشكله. اوكي، هو بس بيتكلم على ايه الحاجات اللي يركز عليها ان هو يعملها او الى اخره، ان هو وهو بيقدم تاني تبقى الحاجات دي موجودة عنده عشان لما يقدم يتقبل. بص في حته هنا يعني، في حته انا لحد دلوقتي احيانا بشوفها صعبه. احيانا مثلا ببقى ما اتقبلتش في مرحله معينه انا مش عارف ليه. حاول كده برضو تراجع تشوف كل المراحل هل في ايه الحاجات اللي ممكن تقدر تحسنها او تطورها او تشتغل عليها اكتر، بحيث لما تيجي تقدم تاني يعرفوا اللي انت كنت مثلا وصلت الاول كامب، ولكن برضو يقدروا يعرفوا اللي انت لا واضح مثلا اشتغلت على نفسك، حسنت طورت من نفسك، حسنت الحاجات. يعني بقيت شخص مختلف، بقيت شخص انضج، بقيت تقدر تبقى مثلا مسؤول اكتر، طريقتك في التيم ورك في البرزنتيشن مختلفه. يعني حاول تشوف في كل نقطه من دول او في كل النقاط اللي مثلا اللي احنا قلناها انا اقدر اعمل ايه مختلف او اقدر اعمل ايه احسن، وبس نعمل اللي علينا. هل فيها ضمانات؟ هي في الاخر زي ما بقول بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. في ناس مثلا انا شايفها كويسين مؤهلين مثلا ما تأهلوش او ما سافروش. احيانا بيبقى عوامل ليها علاقه بينا او عوامل ليها علاقه بالبرنامج. مثلا انا ما ينفعش مثلا انا اختار الناس كلها من القاهره، لا لازم يبقى عندي من القاهره ومن اسكندريه ومن اسوان ومن الاسماعيليه ومن الفيوم، فاهم قصدي؟ فالفكره هنا ايوه. احيانا معايير ديموغرافيه برضه. لازم يبقى عندي مثلا نسبه مسلمين ومثلا نسبه مسيحيين. مش شرط برضه فيها، لكن في بعض الحاجات بيبقى ليها يعني احيانا بعض الحاجات مبقاش ليها علاقه بيك، بتبقى ليها علاقه باختيار اكتر بس. الكرايتيريا اللي هم لازم ياخدوها يعني. لكن دي كرايتيريا في الاخر خالص. فلو وصلت الفيرست كامب مثلا ما لقيتش للسكند، نحاول نشوف برضو هل في ايه كل الحاجات اللي ممكن اقدر اعملها احسن او اطور فيها عن نفسي. وانا كده كده شغال على نفسي سواء للبرنامج او لنفسي انا شخصيا. وان شاء الله يعني لو اشتغلت على ده يقدر يبان ويقدروا يلاحظوا ده، وتكون خطوه احسن ليك يعني انها تقدر تخليك تتقبل بعد كده ان شاء الله. بإذن الله. طيب دلوقتي في حد كان سائل لو بابا متوفي وماما مسافرة بره مصر أعمل إيه؟ مفيش مشكله. طيب لو في حد مثلا ولي أمر صح؟ في حد مثلا حد من اهله متوفي مثلا قدر الله، مفيش مشكله ممكن ولي الامر التاني بيحضر او يعني في الحالات الخاصه دي او مثلا اللي مسؤول عنه او كده. طبعا لا يعني مثلا
يعني مثلا في الكيس دي كان حد الاب متوفي والام مسافره بره تقريبا. مظبوط. تمام. في حالات زي دي احنا ممكن، انا زي ما قلت برضو في ارقام وايميلات لاي اف اس ممكن نكلمهم مباشره، يعني طالما حاله خاصه قوي كده. ولكن بتقدر تقدم عادي، ما اعتقدش ده بيبقى مشكله في التقديم، مفيش اي مشكله. لو وصلنا بنوضح من خلال الابلكيشن، لو وصلنا للانترفيو يبقى يعني لازم الولد غالبا ما بيبقاش رايح لوحده، لازم على الاقل شخص المسؤول القانوني عنه مثلا، او اقرب حد ليه، او المسؤول عنه او عنها. بجانب كمان مثلا لو الام تقدر تجوين مثلا فيديو كول، ما اعرفش هيمشوها ازاي، عشان كده بقول نسال في الجزئيه دي. ولكن قصدي ده عائق يعني في التقديم. ولكن لو سالنا يبقى افضل برضو. غالبا لازم يبقى فيه، لو ما كانش الاب والام يبقى الشخص مثلا المسؤول او اقرب حد هو بيكون معاك في الانترفيو. اوكي تمام. طيب، في برضو حد كان سأل، ده يعتبر آخر سؤال. ازاي انت عملت اوفركم لللانجوج باريرز، او ازاي عديت المشكله بتاعت اللانجوج، بما انك كان الفيرست لانجوج في دراستك كانت الفرنش، فانت ازاي عديت اللانجوج باريرز عامه؟ انا عايز هنا اتكلم عن، هشير حاجه بيرسونال شويه. واحده انا حسيت لما الانجليش ما اتطورش بالشكل ده، مش وانا هناك، بعد ما رجعت. بمعنى اللي انا المستوى اللي انا قدرت اوصل له هناك بعد ما رجعت، اشتغلت عليه وبدات اكتب اسايز واقرا كتير، واطوره من الناحيه الاكاديميك ومن ناحيه الرايتنج. فعشان كده قدرت اطور اللغه، وبقت حاليا الحمد لله موازيه للفرنش وللعربي. ولكن وانا هناك الفكره من من التعامل، حاول تتكلم. يعني حاجه من ضمن الحاجات، حتى لو مش مثلا كل يوم اروح اقعد في اللانش مثلا في البريك على ترابيزه مختلفه مع ناس مختلفين، احاول افتح مواضيع. طيب انا عطلت في السؤال ده، طب مثلا ابدا اشوف مثلا ترجمته ايه. تمام كده، مثلا اكتسبت سؤال زياده. هكذا مره مع مره بتبدا، بدل مثلا ما انت بتعمل كونفرسيشن 30 ثانيه دقيقه، لا انت تقدر مثلا تكمل دقيقتين وثلاثه وتوصل لخمس دقايق، وتقدر تتكلم في حاجات اعمق شويه تعرفك على الشخص التاني، او على زمايلك، او حتى على اهاليهم او كده. هي بتيجي واحده مع اهم حاجه ان انت تفضل مستمر، بتبني طول يعني وتقول. انت ما تخطيتش اللانجوج باريرز وانت هناك، يعني انت حليت مشكله اللانجوج دي بعد ما رجعت، انت فضل عندك مشكله في اللانجوج حتى اخر دقيقه هناك؟ لا انا عايز اقول ان مشكله اللانجوج بارير اتحلت وانا هناك. يمكن الموضوع ممكن اخد معايا شهر ونص، شهرين، هو دي اللي كانت فيها الاستراجل او كده. بعد كده خلاص ابتديت، طالما انا بفهم، قادر افهمهم، او قدرت اقدر افهمهم بشكل كبير، هم قادرين يفهموني، فكده خلاص. حتى الاكس مثلا مش اهم حاجه، يعني بتيجي مع الوقت. ولكن طالما قادر اني اوصل ان انا افهمهم وهم يفهموني، فكده خلاص بتبقى المشكله اتحلت بشكل كبير. ولكن انا بتكلم ان انا طورت اللغه، لا اقدر ابقى فلوينت قوي او كده لما رجعت، لما كملت قصدي شغل على نفسي، مش بس من بعد ما رجعت خلاص اهملت اللغه. يعني اللغه حاجه بدات، او 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 عديت بارير كبير فيها وانا في البرنامج، وفضلت مستمره معايا، واللغه فضلت مستمره وفضلت شغال عليها لحد دلوقتي. اوكي تمام. طيب، هو في الاغلب نفس البنت بتاعت لو اللي باباها متوفي، لو في الفورم عايزين راي الاهل في التعامل الطالب، هل هو عادي اسال ماما وانا اكتب الفورم كلها مكانها، يعني اخد البرميشن من والدتي وبعد كده املى انا بياناتي؟ هقول لك حاجه، عشان كده في الحاله دي افضل ان احنا نسال نسال اي اف اس على طول. يعني في رقم تليفون وفي ايميل وفي حاجات هحاول، هم موجودين في السلايدز، وهبعتهم لمصطفى تاني برضو لو نقدر نشير او كده. وعلى الويب سايت برضو موجود، كل حاجه موجوده. يعني الويب سايت egypt.afs.org، او حتى عملت سيرش بالياس بروجرام، او الياس بروجرام ايجيبت، او ياس بروجرام انا 25. ممكن نحطهم في الايديتنج، يعني في اه الفيديو ممكن نحطهم على الشاشه هنا، جميل، هيبقى متاح ان هم يشوفوهم يعني. خلاص حلو جدا. هنلاقي كل وسائل التواصل معاهم. في رأيي الشخصي إن
بنوضح مثلا ان الوالد متوفي، الوالده مش موجوده. فكره باخد البرميشن، او لو الافضل اعتقد لو قدرت تكتب وتبعت لك، ومثلا ناخدها نرفقها بالورقه، يعني ده الافضل انها برضه تبقى مكتوبه بخط الايد، موضحه التفاصيل كلها. لو ده مش ممكن، اعتقد نسال نسال الاوفيس افضل، بحيث يعني يقولوا لنا نعمل ايه افضل حاجه في الحل ده. هم الصراحه لو حد تواصل معاهم بيردوا ومش بيسيبوا حد محتاج حاجه، يعني بحيث ان هي دي اللي تكون العائق او تكون الحاجه اللي ما تقبلش الابلكيشن. اهم حاجه هكرر تاني، ما نبعتش حاجه ناقصه، ولا سؤال ناقص ولا صوره ولا اي حاجه مطلوبه. اوكي، اعتقد ان كده الاسئله خلصت في الفورم، او يعني بعيدا عن الحاجات اللي اتكررت يعني. متشكر جدا ان انا قعدت معاك مارك بجد النهارده، انبسطت جدا بالسيشن الظريفه دي. مبسوط قوي ان انا اتعرفت على حد جميل زيك وبس، يعني كده السيشن بتاعتنا. حبيبي يا مصطفى، بجد انا مبسوط جدا ان انت تواصلت معايا، ومن اول ما عرضت عليا الفكره يعني رحبت جدا. وانتوا بصراحه شباب جميله جدا، ومبسوط بالشغل اللي انتوا عاملينه، وعايزكم تستمروا على كده وحتى لو في اي حاجه كمان في المستقبل، يعني احب اكون موجود معاكم واساعدكم، مفيش اي مشكله. وهضيف نقطه اخيره ممكن نختم بيها. في الاخر يا شباب، احنا بنعمل اللي علينا، سواء كان نفسنا نقدم واحنا مش في السن، او قدمنا وما حصلش نصيب. كل حاجه في الاول في الاخر نصيب. ممكن هنقدر عادي ننجح ونكمل ومفيش اي مشكله، ولكن لو احنا نقدر نقدم فانصحكم ان انتوا تقدموا طالما في السن. لو حابين كمان تشير مثلا الفيديو او السيشن مع الاهل بحيث يعرفوا اكتر، هتكون مفيده جدا من حد من اكسبيرينس. وفعلا البروجرام فرق كتير جدا، قدرت تروح عليه. بيفرق بعد كده على المستوى الشخصي، على المستوى العملي، على مستوى النتورك، اللي احنا كمان بعد ما بنرجع بيكون عندنا شبكه الخارجين من برامج فرق بتكون بعد. ف فجود لك لكل الناس اللي بتقدم، قدموا، خدوا الخطوه، اعملوا اللي عليكم، والباقي على ربنا. وفي كلا الحالتين احنا مكملين زي ما احنا مكملين، شغالين على نفسنا وشغالين آه على عقليتنا، على الحاجات اللي في ايدينا. اهم حاجه اللي احنا ما فيش حاجه توقفنا، او اللي احنا نيأس او او نبطأ او نحبط. عادي نقع ونقوم نكمل، مفيش اي مشكله. بس دي كانت المسج بتاعتي يعني، وتحت امركم في اي حاجه. مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده. انا اكتر بجد والله. طيب يا شباب، احنا كده السيشن بتاعتنا خلصت للنهارده. بس كده. عمر ستوب ريكوردينج بقى. اوكي.